أنا اسمي الحركي ريزان حسكين. اسمي الثلاثي عبد الرزاق محمد سالم، مواليد 98، عمري 27 سنة. طبعا أنا متوسط بالعائلة، عندي أخ أكبر مني، أخين عندي، واحد أصغر مني، و5 بنات أخواتي. طبعا من منطقة الشدادي، من قرى الشدادي، يعني ترعرع ضمن هالمنطقة. طفولتي تقريبا كلياتها عشتها ضمن هالمنطقة، منطقة الشدادي. يعني كل أعمالنا كانت ضمن الزراعة، شغلنا كان ضمن الزراعة. طبعا درست للصف التاسع تقريبا، يعني بداية الثورة كان الصف التاسع بال2011 تقريبا. بعدها تركت المدرسة، رحت أشتغل أعمال حرة مشان أساعد أهلي طبعا على مدينة الشام محافظة دمشق. كنت أشتغل أعمال حرة، بعدين دخلت مجال الصنعة تبع أزريقة الطين، اشتغلت بيها، ظليت فترة هناك أشتغل. وضمن هالأحداث بعدين يعني صارت أحداث ما عاد نقدر نظل هناك، أو صار مطلوب ذات كمان للنظام السوري خدمة الجيش. رجعت على المنطقة هنا، ما عاد نقدر نتحرك. رجعت على البيت، ظليت ضمن البيت نشتغل بالزراعة، يعني رعاية أغنام هي. كنا نروح نجي على مناطق الجزيرة. طبعا نسمع أنا الرفاق هناك كان نسمع من الأبوشية تقريبا بال 2012 2013 كان في حواجز نقاط للرفاق. طبعا نشوفها، نسمع عنهم، أخلاقهم، نسمع عن أخلاق الرفاق. حتى 2016 طبعا وصلوا الرفاق منطقة الشدادي، صارت طبعا احتفالات وإقبال على الرفاق. طبعا احنا قبل كنا سمعان عنهم، فقررت أنضم أنا وبي ابن عمي، انضمينا تقريبا. وصولهم شهر بال2016، يعني شهر انضمينا. قلنا لهم احنا بدنا ننضم ونصير بين الرفاق، نتعرف على الرفاق أكثر، نشوف حياة الرفاق. قالوا تمام، تخضعون بالوردات وتشوفون هم تتعرفون أكثر. طبعا 2016 انضمينا طابور الشهيد دلبرين. دورتنا أسست طابور الشهيد دلبرين، قالوا سموا الطابور تخضعوا الدورة. طبعا الدورة كانت عسكرية وسياسية لأنه مبتدئين من الجهتين. تدربنا على السلاح، يعني رياضة السلاح، بالإضافة للدروس السياسية. طبعا الدروس كانت حقيقة القيادة، حياة الرفاق. كنا أغلبيتنا من المكون العربي، من المناطق الشدادي، من الحسكة، من يعني عدة مناطق. يعني شفنا هناك دروس، يعني شيء تعليمية، شيء دروس حياتية، لأنه جديدين بين الرفاق. طبعا الشيء كنا نسمعه غير اللي شفناه من الدورة، يعني الروح الرفاقية بين الرفاق، شلون الإنسان يضحي. يعني تعلمنا شغلات كثيرة، تضحي مشان رفاقك، مشان رفيقك، الروح الرفاقية، حياة المرأة شلون بين الرفاق. طبعا كنا ناخذ دروس سياسية من حياة القائد، فكر القائد، طروحات مثلا الأمة الديمقراطية، كلها شفناها ضمن هالدورة. ظلت الدورة تقريبا شي 3 شهور. بعد الدورة أسسنا طابور شهيد دلبرين. طبعا قسم منا شاركنا بحملة منبج. طبعا خلصنا الدورة، بعدها نزلنا إجازات. بعدين صارت اقتراحات، اقترحنا أن نروح على مدينة منبج، مدينة نشارك بالحملة. نعم، كل ما نروح يعني احنا نروح يرجع معنا رفقات يريد ينضمون. ما انه الفكر يعني طبعا اللي شايف مو مثل اللي قاعد بالبيت. طبعا اكيد من تصير تحكي له يصير عنده مثل يتشوق. اي انسان يروح يتعرف يختلف، يعني اكيد فكرنا اختلف، يعني 80% 90% يختلف تفكير الانسان، بده يتغير.
لأنه باراديغما جديدة شغلة يتغير الإنسان. يعني عشنا واقع الرفاق أكثر ما إنه تاخذ عنهم مثلا دروس ولا تسمع، عشنا الواقع طبعا بين الرفاق. أي إنسان من يدخل طبعا يتغير، تغير التفكير، صار لنا تأثير بين المجتمع طبعا، تأثير على العائلة. طبعا بعدها شاركنا بحملة منبج، طلعنا اقترحنا نروح على الحملة. خطر ولا شغلة ولا إنسان بس يفوت بالواقع يختلف يعني. يعني إحنا برفيقات معنا طبعا شاركنا بالحملة، كنا نفوت يعني نتوزع 7 رفاق، كل مثلا جروب 7 يفوتوا رفيقتين معنا. طبعا معنوياتنا كانت عالية جدا، نعطي معنويات لبعضنا. وأثبت الرفاقات طبعا ضمن الحملات أنه يعني تقدر تسوي كل شيء، ما بشي اليوم يردع المرأة ولا مخصصة لشيء معين. بالعكس يعني طبعا رفيقات أثبتن بجدارة إنه قد يقدر يقاومن. يعني طبعا كنا أنا ورفيقة موزية واحدة، كانت هي طبعا هي تضرب على البكسي. ظلينا فترة أيام يعني سوا إحنا والرفيقات. تصاوبت الرفيقة طبعا، هي من كوباني كانت، يعني حتى هي متصاوبة كانت تعطينا معنويات. بعدين تبدلنا طبعا، رحنا على غير الاتجاهات. صار عندنا دافع يعني حتى نخلص، يعني مثل الإنسان يصير عنده يعني الشراهة إنه بده يخلص من اليوم. يعني من قد ما شايفين ظلم من الدواعش، يعني هالمنطقة صارت حلمنا إنه بدنا نخلصها. اشتباكاتنا إحنا والدواعش برفيقات تصير تهلهل طبعا. أكيد إحنا كان تفكيرنا غير، أما هناك الروح الرفاقية هي تحكم، يعني ما بشي غيره. الواحد إنسان ضمن حملة ما يقدر يحكي غير عن الرفاقية طبعا، سواء كان رجل أو مرأة. لأنه أي رفيق يعني كان يعني رفيق يزت حاله قدام رفيق، يعني روح كلها كانت روح واحدة. سواء يتصاوب رفيق يستشهد كأنه أنت متصاوب. هاي كانت تعطينا معنويات عالية طبعا، الإنسان يظل يتقدم من الرفيقات والرفاق. طبعا ظلينا فترة شهر نمشي بالحملة، نتوزع جروبات طبعا. مثل أي جروب يفوت كان يتصاوب رفيق أو رفيقة يتصاوبوا دائما. نظل نبدل يعني. دخلنا باشتباكات يعني كثيرة مع الدواعش.
يصير شجار مشان الفوت على الخط الأمامي. برفاق مثلا يقولون أنت تصاوب ترجع، ما يقبل، كان في إصرار إنه لا نظل نحارب، يعني ما يرضى يترك رفاقه ويرجع مجرد إنها إصابة بسيطة، ولا حتى إذا إصابة ما أحيانا لا نجبر رفاقته نرجعهم ورا بسبب إصابته. في مغامرات كانت، يعني حياة مغامرة مثلا ضمن هالحملة. بس وقت نقعد سوا نحكي إحنا والرفاق والرفيقات، روح رفاقية كانت موجودة هناك. يعني لا ضميرك يسمح لك، رفاقيتك ما تسمح لك إنه اليوم تترك رفيق ولا رفيقة. بعدين ضمن الحملة وإحنا نمشي صار تبديل جروبات، تبدل الجروب. كنا 5 رفاق طبعا، 4 معي، كانوا يزرعون ألغام كثيرة طبعا ضمن بيوت، على الباب، بأي مكان متاح يعني يزرعون اللغم هناك. يعني المنطقة كانت مليانة ألغام تقريبا. الإصابات حتى كانت إصابات أكثرها ضمن الألغام تصير، يعني حتى بالاشتباكات ما لهم وزيادة، كانوا منهارين طبعا، عددهم قليل منهارين طبعا الدواعش. وإحنا نمشي طبعا فجر علينا لغم، 4 رفاق كانوا معي، من ضمنهم طبعا كان ابن عمي هذا. استشهدوا طبعا هم 3 رفاق، نحن تصاوبنا رفيقين. واحد من الرفاق طبعا كان يحكي على القبضة حتى وصلوا الرفاق لعندنا. طبعا وقت فجر اللغم أنا صحيت أما ما أشوف، صار جسمي انحرق وعيوني ما كنت أشوف بيهن. كنت أنادي على الرفاق، يعني بي منهم يردون علي منهم ما يردون. وحتى بالمشفى طبعا بعدين اجوا رفاق اسعفونا، شالونا اسعفونا. نحن ما نعرف انه حتى لغم ولا شيء، انه شيء فجر علينا. بعدين هم قالوا فجر عليكم لغم. تسأل عن الرفاق مثلا، اقول لهم رفاقنا وينهم، كانوا معاي، كنت اسمع صوتهم يعني حتى الرفاق يعني ما يكسرون. قالوا الرفاق ما بيهم شيء، رفاقك رجعوا عجبها، اما يعني بس انت تصاوبت. طبعا الرفاق تحولت انا اكثر من مشفى، من مشفى الميداني بعدين مشفى كوباني على الحسكة. ما طولت كم يوم كانوا أهلي يجوني زيارات طبعا. يعني حتى ضمن الإصابة أنا حكيت قبل إنه معنوياتنا عالية، حتى يجون يعني أهلي صاروا يجون يعطوني معنويات إنه نحن بخير، نحن نستناكم، يعني أنتم تصاوبتم، ما خلصت الحياة يعني، ولا لازم تتركون ولا تتراجعون. هاي طبعا أول إصابتي، كانوا يجون بزيارات طبعا بشكل يومي. تلقيت علاج هنا لجروحي، أما مشان عيني حولوني رفاق على باشور. باشور أول ما وصلت طبعا كمان برفاقة هناك استقبلونا. فورا ما وصلت سويت عملية لعيني. طبعا كان في صعوبة بالطريق جدا يعني، أما نروح حالات إسعاف يعني من يفتح طريق فورا الرفاق يوصلون هناك. نلاقي صعوبات طبعا ضمن الطريق، أما بشتى الوسائل نوصل هنا. من وصلت طبعا سووا لي عملية فورا، عملية العيني، كانت متأذية القرنية والشبكة. طبعا ظليت هناك شي 1.5 شهر أتلقى علاجي. كمان هناك يعني بهال1.5 شهر كانوا رفاق جنبنا، يعني شعور ما ينوصف، يعني إنه الرفاقية وين ما يروح الإنسان يلقاها بين حياة الرفاق. كانوا يعطونا معنويات، يوصفونا بالأبطال، إنه أنتوا جيتوا تدافعون عنا، يعني إحنا نضل واقفين معكم لآخر لحظة من علاجكم. يعني كانت معاملة جدا كويسة هناك بين الرفاق. خلصت طبعا فترة العلاج ورجعت هنا على المنطقة. ظليت كم يوم بالمشفى وجابوني على البيت، قالوا تروحوا لأنه أهلك يسألون عنك. وقت جيت سألتهم عن الرفاق اللي كانوا معي، قالوا استشهدوا. يعني أنا كنت مشتاقت أشوفهم، يعني لقيتهم مستشهدين.
يعني نجدد لهم عهدنا إنه نكمل على طريقه. طبعا بعد العلاج رجعت على الطابور، رجعت بين الرفاق. بعدين مشينا حملة بال 2017، كملنا حملة من أبو خشب، طلعنا على الجزرات باتجاه الجزرات لحد منطقة الكرامة، منطقة برا قاسمها الكرامة، لعدها وصلت حملتنا. بعد ما خلصت الحملة رجعت أكمل علاجي. طبعا حكى معي الرفاق قالوا مشان ترجع تكمل علاجك باشور. رجعت على باشور، ظليت تقريبا شي شهرين. نحن رفاق المصابين نحن ندير حالنا بحالنا هناك، كلها رفاق مصابين، نحن نساعد بعض، اللي ما نقدر يعني يقدر نحن نساعده، وهيك حياتنا كانت هناك مستمرة. طبعا سويت عملية هناك زراعة قرنية كمان أول ما وصلت، دكتور قال يلزم زراعة قرنية، سويت وتابعت على العلاج 3 شهور. بعدين رجعت صرت بمؤسسة الجرحى. بال 2021 كمان رجعت على باشور أكمل علاج. طبعا صار رفض، العين رفضت زراعة القرنية. الدكتور قال ما عاد أقدر، لأنه العين أكثر من عملية تتأذى، ما أقدر أكمل. بهالفترة اجت جائحة كورونا، طبعا ظليت 7 شهور هناك. هي 7 شهور تقريبا أثرت، لأنه صار حظر، صار ما كمان أثرت كمان. يعني ظلينا 7 شهور نحن هناك، نحن نساعد بعضنا برفاق، نحن نوديهم على المشفى نجيبهم. طبعا بعد الإصابة كمان خضعنا أكثر من دورة سياسية بالأكاديميات. شفنا دورات سياسية طبعا، كمان صرنا ندخل بين المجتمع، طبعا توعية بعد ما ناخذ الدورات. أكاديمية الشهيد دشتي كانت 1.5 شهر. طبعا أكاديمية الشهيد دشتي للمصابين فقط، هي أكاديمية مخصصة لرفاق المصابين الجرحى، ضمن كل رفاق شمال وشرق سوريا. يعني من جميع المكونات والطوائف كنا نتشارك تقريبا، يعني 45 يوم أحيانا شهرين حسب ما يتطلب التدريب. كان على الوضع طبعا أغلبيته عن وضع الحياتي، وضع المجتمع، توعية المجتمع، لأنه فعالياتنا صارت أغلبيتها بين المجتمع. وأكثر شيء كنا ندقق عن يعني التوعية من أجل المرأة، لأن ثورتنا يعني هي بالأساس تسمى ثورة المرأة، يعني بناء الندية الحرة بين الرجل والمرأة. نتابع تحليلات القائد. صار عندنا هدف طبعا انه نظل مكملين، يعني كمسمى انه اليوم الرفاق اللي مصابين صاروا الشهداء احياء. الانسان بس يمر مرحلة الاصابة، طبعا شهيد حي القائد وصفها للرفاق لانه يعرف معنى الكلمة. حتى نحن اليوم صرنا الإصابة عرفنا معنى هالكلمة، انه ايش معناتها الشهيد الحي. حطينا هالكلمة مثلا هدف لأن نكمل مسيرتنا. لحد الآن عم نعطي الشهداء. من فترة رفاقنا أكثر من رفيق استشهد من بين رفاق المصابين من استهداف الطيران، أو برفاق بين الجبهات استشهدوا. لحد الآن يعني برفاق هسه عندنا رفاق عم يقاوموا بين المجتمع ب6 تشرين، واقفين جنبهم، عم يطلعوا على القنوات، عم يشاركوا، يعني جميع الفعاليات عم يشاركوا بها الرفاق، ما بشي يسندهم. يعني طبعا رحنا احنا من فترة أسبوع كنا ب6 تشرين، أما ما نوقف فعالياتنا، ما نوقفها. يعني أي صعوبات تواجهنا نحن ما نوقف كرفاق مصابين
بين مجتمعنا راح نكمل، حتى يعني يروح شهداء منا لحد الآن عم يروح منا شهداء، يعني كل يوم شمعة بقلبنا قاعد تنور. يعني يمكن رفيق جسده ما يظل بيناتنا أما روحه موجودة، يعني سواء احتلال يضرب أو يقصف هذا ما يأثر علينا، ومقاومتنا مستمرة. وإحنا كل يوم شيء نحطه نجدد عهدنا للرفاق وللقائد، يعني نوجه له كلمة، يعني أي شيء مستعدين نحن نقدمه. القائد الساعتين يعني هو ضمن العزلة ما تغير، يعني العزلة والتجريد ما زال مستمر على القائد. يعني نحن نجدد عهدنا، نظل على مسير القائد، فكر فلسفة القائد لحتى آخر يعني قطرة دم بعروقنا.